السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من النادي السوري طور الزينة، فيديو جديد، حلقة جديدة من موضوع جديد. تأخرنا عليكم شوي بسبب صراحة العطش. احنا شفنا الريق، لكن اليوم قررنا انه نحكي بهذا الموضوع بما انه صار في ضغط عليه بالأسئلة سواء على الخاص وسواء على العام. والسبب الثاني انه العالم بلشت يعني بسبب تخبط المناخ اللي صار بهذه الفترة هي. يعني هلا مثل ما نحن ما نكون شايفين، انا بس اللي شايف، لا مثل ما احنا شايفين على اساس مثل ما انا شايف انه الغيوم صارت وفي مطر عم يصير، فليس فهذا اسمه تخبط مناخ. فناس فاتت بي وناس لسه ما فاتت بي. حلقتنا اليوم او حديثنا اليوم عن مرحلة تبديل الريش عن طائر كنار. بالعامية ولا بالعربية؟ بالعربية شوي وبالعامية شوي. بالعربية بنقول مرحلة تبديل الريش هي من اصعب مراحل حياة الكنار. اوكي، يتم خلالها بين قوسين تجديد خلايا. انا ضد كلمة مرحلة تبديل الريش، لكن مضطر انا افوت تحته والا حاضر. لكن انا مع كلمة هي مرحلة تجديد خلايا الجسم بما فيه الريش كلياته. مرحلة تبديل الريش اللي احنا بنشوفها بس تبديل ريش، لا ما هي تبديل ريش بس. على كل حال بيبدل الطائر بين 2300 او عفوا بين 2000 وال 4500 ريشة حسب نوع الريش، شمال انتنزيف، حسب نوع الطائر، كثيف الريش او طائر عادي او ريش عادي عفوا، بيختلف عدد الريش. فبيترافق بين 2000 2500 ل 4000 4500 بيتراوح هذا العدد. بكبوا الطائر بخلال هي الفترة وبيصير، برجع بحطها بين 20 قوس، بيصير تجديد خلايا داخلية بالجسم. اوكي، نحن ما ننظر لمرحلة تبديل الريش انه فقط تبديل الريش، لا، في تجديد خلايا داخلية عم يتم بخلال هي المرحلة. بتمتد هي المرحلة او بتمتد او بتبلش هي المرحلة بالشهر واحد او خلينا عنا بواحد 7 لواحد 9. هي 3 اشهر 90 يوم تقريبا. اوكي، كماكسيموم هيك تكون خلصت. ايه طيب نحن بلش عندنا بواحد 5 لك يا حجي. طيب وانا بلش عندي بواحد 6. طيب شو اعمل يعني؟ اركض هلا او شو اعمل يعني؟ انه قرب شق اوراق من روزنا مشان نلحق؟ لا نحكي كمان كلام منيح مقبول عن تعريف مرحلة تبديل الريش. طيب مرحلة تبديل الريش هي نسخ للساعة الزمنية ودرجة الحرارة للشهر السابع. اوكي، بسط اكثر يرحم اللي مثلك، لانه كمان في ناس طيورة لسه ما فات بالقليش وفي ناس طيورة بالسنة الماضية ما قلشت. طيب مرحلة تبديل الريش، سامحينا مضطرين. مرحلة تبديل الريش يعني هون انا مضطرين لك وطلعت اخر شيء مقلوب الكتابة. مرحلة تبديل الريش يعني حرارة فوق ال 28 تبلش تطلع 27 28، وإنارة بين 14 ونوصل ل 15. هذا شو بسموه شهر السابع او نهاية السادس بداية السابع. بتبلش ساعات الإنارة تعلى شوي بالطبيعة. نحن عم نحكي الطبيعة، الاحتراف انك تحاكي طبيعة. وليش معنى بمرحلة التزاوج بتحاكي الطبيعة من تدفئة و14 ساعة إنارة؟ وبمرحلة تبديل ريش اللي شو يساوي هلا؟ حاكي الطبيعة، حاكي الطبيعة. الشهر السابع قديش درجة الحرارة توصل فيه؟ ما بعرف. طيب السادس، نهاية السادس بداية السابع. طيب من 15 6 ل 15 7 قال والله الحرارة بتكون تقريبا 30، بتوصل احيانا لك ابو عمر ل 32 35. اوكي، الإنارة والله يعني عيرت أنا، يعني يطلع الفجر بيقدم 5 4 ونص 5 بيضل هيك ساحبها للساعة 8 9. ممتاز. وصلت الفكرة؟ فمرحلة تبديل الريش إنه نجيب نحن هذا العنصر الحراري والعنصر الإنارة ونطبقهم بأي وقت نحن بدنا إياه، بصير عندنا مرحلة تبديل الريش. تماما هذا الكلام يطبق على أي مرحلة من مراحل حياة الكناري اللي هي 4 مراحل: التجهيز، الإنتاج، التبديل الريش، والراحة. هي المراحل لطائر الكنار. نحن امتى ما قمنا الخواص تبع كل مرحلة طبقناه بأي زمن بدنا إياه، فينا نحصل بنسبة كبيرة على هي المرحلة، من مثل ما نحن بنحصل أو مثل ما كثير مربين بيعملوا تزاوج بالشهر التاسع أو بالشهر الثامن. كيف؟ أو بالشهر العاشر أو بعز الشتاء شهر 12 أو شهر 11. كيف؟ بدفوا بيرفعوا إنارة وبيأمنوا الجو كأنه جو ربيع، بصير في إنتاج. فالمرحلة تبديل الريش نفس هي المرحلة. تمام؟ هي فصلنا. بننتقل هلا خلينا نحكي بشكل عام على الغذاء. هون كمان نقطة كثير مهمة، الغذاء. حكينا على الخلطة، نحن بتلاقوه بالفيديو السابق اللي هي بالريق
70 و الى اخره. هي خلطه ثابته بنحكي فيها. البريق بده يكون من 65 ل 70، هي بنحكي فيها جميع المواسم باختلاف النسب الثانيه. لكن بس هون بالنسبه للخلطه لازم نوه على نقطه كثير مهمه. البيض بهي المرحله يعتبر ممنوع، علم لعده اسباب هلا بنحكيها. البيض المسلوق بهي المرحله يعتبر ممنوع. الباتيه لازم تكون وجبات خفيفه خفيفه، ما نكتر. تمام. يعني انا برفع نسبه الانبز او الانب بالخلطه لنسبه 10% بهي المرحله اذا ماني ماشي على خلطه ثابته. اذا ماشي على اي خلطه بالسوق بتاكد من ما بدي اشوف فاتي انفي ناموسي بتاكد من نسبه الخلطه هي قديش 10%. اوكي، فلازم بهي المرحله الطائر الكنار مقدم له بروتين فقط من البذور، والباتيه اللي بتتقدم له بكميات خفيفه. البيض ممنوع لسببين. اول سبب البروتين الزائد بهي المرحله بيعملنا مشاكل كارثيه، سواء مشاكل بالريش، اهل القلب الريشه وكيس الريش وكيس الجص بيعملنا مشاكل بالريش، واثنين بيعملنا مشاكل بسبب انه الجو حار. البيضه ما حتقدر تتركها انت اكثر من ساعه، واكيد انت حتتركها اكثر من ساعه. واكيد نحن بمرحله تبديل الريش، ومرحله تبديل الريش هي من اضعف واصعب مراحل حياه الكنار. يعني يكون جهاز مناعه منهك، مدمر، مشغول بالريش، مشغول بالتجديد، وانت جاي عم تفوت له بيض فيه سالمونيلا مثلا، تقول له خذ صحتين. تمام. فلازم ندقق لهي، يعني لازم نعرف نحن اول شيء انه مرحله تبديل الريش هي نقطه ركزوا عليها. مرحله تبديل الريش جهاز المناعه بيوصل للصفر من كثر ما بيتعب، منهك. كان بانتاج عم يعطيك كل شيء، وبعد الانتاج فات بدل ريشه. فلازم نحافظ على شيء اسمه النظافه. 2 شيء اسمه النظافه، 3 النظافه، و4 النظافه، و5 النظافه. اهم عامل بمرحله تبديل الريش هو النظافه، المحافظه على النظافه، لانه هذا الجو درجه حراره 30 ورطوبه مثلا نفترض 50 60 اناره 14، يا سلام. بتعرفوا شو بيصير؟ البكتيريا عندهم شهر عسل. ننتبه اليوم كثير ظاهره كثير عم تصير اليوم. الناموس بلش يخترق، بلش يفوت. ننتبه لهي الظاهره، صح؟ الله يرضى عليكم. والبعوضه هي السبب الوحيد، او مو السبب الوحيد، عفوا، الناقل الاول لفيروس الجدري. فلازم احنا نكون كثير منتبهين. فلذلك انا قلت النظافه فالنظافه ما نهملها ولا نتغاضى عنها ونقول بكره بعد. لا، النظافه ضروريه. نظافه المشارب ضروريه، نظافه الغذاء ضروريه، نظافه الارضيات ضروريه، حمام الطائر بالاسبوع مرتين ضروري. هي كلياتها بنحط تحت هاشتاج نظافه. ما في اليوم عندك درجه حراره عاليه يعني جراثيم، يعني بكتيريا، يعني طفيليات، يعني حتى فيروسات احتمال. تمام. عنا ما ننسى البعوض، حيجي على هذا الموضوع كثير يعني روح قلبه. ما ننسى في عنا حشرات كثير مثل العرتيلات، ابو مقص، النمل. في كثير حشرات حتحب هذا الجو الحلو اللي انت مألف له اياه دخيل قلبك. يعني جو رائع جدا. فنهتم بالنظافه. نفوت معقمات بشكل خفيف. تمام. نحاول نفوت معقمات بشكل خفيف. ننتقل لموضوع كمان كثير مهم، هو الفيتامينات. لازم نحن نهتم او نركز باثنين، خلينا نقول حمض اميني وفيتامين. هدول من اهم شيء، مو يعني نقدم بس هدول الاثنين، لا، هدول اهم شيء. اهم فيتامين وليس الوحيد. يعني مو بس انه نروح نقدم فيتامين اي وسكر على السيره، لكن اهم فيتامين ويتعلى الصداره بالفيتامينات المقدمه بمرحله تبديل الريش هو فيتامين اي. تمام. هذا من اهم الفيتامينات المقدمه بمرحله تبديل الريش. الاي ضروري لمعان الريش، حيويه الطائر، النظر. الدي 3 شمس، يعني تثبيت كالسيوم، يعني عظم قوي. سي، عم نحكي عن ربعي لهلا. سي يعني مناعه، يعني دعم مناعه اللي هي منهكه. فانا هون بدعم المناعه اللي هي منهكه. سي. حمض اميني انا نسيان اسمه حاليا، او ما خضر، او ما عم جمع، يعني مخي ما عم جمع اسمه، لكن بظن اسمه الميثيونين او هيك شيء، الميوثينين او حمض اميني. هلا بكتب لكم اسمه بالتعليقات. حمض اميني، هذا الحمض بيساعد. انتبهوا نرجع للمشكله الاولى. هذا الحمض ضروري جدا 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 بسحب وطرح البروتين وتوزيع البروتين بالجسم.
مثل ما بنعرف نحن انه الريش الخلايا بتحتاج الى احماض امينيه وبروتين. الحمض الاميني بشكل عام الاحماض الامينيه ضروريه جدا 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 جدا، وبتجي بالمرتبه الثانيه بعد فيتامين اي. انتبهوا انا شو قلت، بهمنا فيتامين اي والاي والدي 3 والكالسيوم والبوتاسيوم لكن عم بحكي الاهم فالاهم. انا اهم شيء اليوم نحن نشتغل على فيتامين جيد يكون. ما حالكم، لا انا بستخدم الاوروبي اللي بتصنع بالبواخر، منيح هيك ابو 4 عيون. انا بستخدم الفيتامين اللي بتصنع بالبواخر، انا هذا الاوروبي. مرحله تبديل انا بستخدم هذا، اوكي. لا والله انا بدي اشتغل مع الوطني ضد العدوان، اوكي استخدم اخي ا دي 3 اي سي، استخدم هذا الفيتامين صح، استخدم فيتامين ا دي 3 اي سي، فيتامين جيد، وبتقدم مره لمرتين بالاسبوع فيتامين عام، تمام. انا بستخدم الميتافيت بكل بساطه، انا بستخدم الميتافيت من شركه فرشة الليجا، المقر تبع بلجيكا مو بالبحر، والمقر تبع محطوط الهي ما نخسر الا الجدبان، اوكي. فنركز على الفيتامينات. الفيتامينات تقدم، هي حكينا عنها احنا، يوم ايه يوم لا، يوم ايه يوم لا، يوم ايه يوم لا. اعملوا ايديكم اذنيكم هون، هدول بيقول لك ما بدنا فيتامين اعملوا هيك لانه اخر الموسم حنقعد نصفهم، تمام. البلدي تحديدا بين قوسين كنار اللون المهجن هون بسوريا تكسر عنده جميع القواعد، بس توقف عنده اي قاعده علميه غير علميه، طبيه غير طبيه، شو ما كان بتتحطم قدامه جميع القواعد. فهذا مستسلم من الطيور، هذا ممكن تحطه مع القرود مع ساعتين، هذا يستسلم من الطيور بهي القواعد، اوكي. نحن عم نحكي على العالم اللي عنده طيور شكل، طيور دافع حقها يعني. فهمنا؟ انك تطلع، هي نقاط كمان، نقطه كثير حساسه، انك تطلع مرحله تبديل ريش بنجاح وهيك، يعني انت عندك مرحله انتاج جيده، اوكي. 2، ممنوع تطلع من مرحله تبديل ريش تفوت على مرحله انتاج تبديل ريش، انتاج اللي عند ابو شرف ولا الطيب، خلاص فشلنا بكل تربيتنا. قال لك حكى لك العاب بالاناره، خلاص قلنا لكم شو الشروط، يعني انا كيف بدي نوص صوت الطائر، حتى تنوير صوته فينا نوصه كيف، فوتوا بمرحله الراحه اللي هي 12 ساعه 11 ساعه، بنزل له الاناره كل يوم 5 دقائق، 5 دقائق كل يوم نزل له اياها، بصير عندي خالصين، تمام. يعني ما بدها كيمياء، صارت قصه خلاص ما شاء الله عنكم وحوش صرتوا، وبنشتغل على الاساس. هلما جر كل شيء، كل المراحل بنطبق لها الاناره والتغذيه والحراره اللازمه على هذا الموضوع. الاسئله كمان اللي اجت انه اخي نحن انا ما بدي الريش، شو ساوي؟ السنه الماضيه ما بدي الريش، وانا خايف السنه هي ما بدي الريش. نحن صمام الامان تبعنا 1/7 اي طائر ما يبدل الريش هون بنتدخل فيه اجباري. انا حراره عندي نفترض هلا حراره عندي، اذا انتم منتبهين لانه هي معكوسه، هي هون 25 او 24 ورطوبه 51، 24 حراره فاصلة 4 ورطوبه 51. انا الطيور عندي قلشت او مو قلشت، يعني منيح، في جزء كبير منها قلش، اوكي. اللي ما قلش شو اعمل فيه؟ بستنى 1/7. طيب انا كيف اعمل البقيه؟ خلاص بدك تعاملون بهذه، يعني بدك تحاكي الطبيعه. انا هون ما انتم بالكم شايفين، بس هون هلا قدامي انا سما طبيعه، اوكي. فبدي حاكي الطبيعه، تعب لك شي يوم عير الاناره قديش وعير الحراره، شوف الحراره قديش، وحاكي فيها الطبيعه لكل الطيور، الله يرضى عليك. يعني في عنده طيور عم تنتج، في عنده طيور، انتبهوا بهذا السؤال كثير هام، في عنده طيور عم تنتج لساتها، وفي عنده طيور قلشت. الاهم فالاهم بحكي الطيور اللي عم تنتج، بعمل اناره 14 ساعه ورطوبه 2 وحراره 22، وبضل ماشي هيك نظامي لحتى تخلص انتاج، برجع بفوته وبرجع بحاكي. الانتاج اللي عم ينتج اهم من اللي عم يقلش، هي نظريات تبداي بسموها، الاهم فالاهم. اللي عم ينتج تحته فراغ اهم من اللي عم يقلش، اللي عم يقلش وين ما حطيته بده يضل قالش، لكن الافضل انه نتحكم بساعات اناره ودرجات حراره مهمه. بظن في شيء يعني في شيء لسه اسئله عنا، نرجع بنقول البيض حاولوا بلا بهي المرحله، الله يرضى عليكم نكتفي بالانبز او الانب الموجود بالخلطه اللي نسبته تقريبا 10%. الكتان ضروري لاحتوائه على الاوميجا 3. الفيتامينات يوم ايه يوم لا. باتي ان وجدت مره مرتين بالاسبوع لا باس. المياه نهتم كثير بتنظيفها. منقوع الثوم ما ننسى مره بالاسبوع عفوا، او مرتين بالاسبوع، ما بيأثر كمان. شو كمان شو يعني شو لسه في اسئله. على كل حال هذا الفيديو بس طرح، بس نزل انتشر،
حيكون بعد ساعات ان شاء الله بس مباشر، حنتناقش عن حوالين هذا الموضوع حوالين هذا الموضوع حنتناقش بهذا الموضوع على المجموعة على موقع التواصل الاجتماعي، مجموعة اسمها النادي السوري طيور الزينة القسم العلمي، اللي عم يتابعونا على الفيسبوك اسم المجموعة النادي السوري لطيور الزينة القسم العلمي، او النادي السوري القسم العلمي لطيور الزينة. اللي عم يتابعنا على اليوتيوب، اللي عم يتابعنا على غير مواقع، حنكون في بس مباشر بخلال هذا الموضوع. يعني احنا حنشوف هلا هذا الفيديو، في عندنا اسئله انت ما جاوبت عنها يا ابو عمر، اوكي حنجاوب عليها بمرحله تبديل الريش، حنجاوب عليها. ما قلنا لكم العطش بيذبح، حنجاوب عليها ببث مباشر بعد هذا الفيديو. بشكل عام هي الاسئله، هي مرحله تبديل الريش. في كمان من الاسئله المهمه يا ابو عمر. احنا سمعنا السنه الماضيه انه انت حكيت انه التعتيم، انه نحط الطير نعطمه مثل حسون. ايه، وسمعنا انه انت لا هلا عم تحكي على طبيعه. ايه، مرحله تبديل الريش بالعتمه هي مرحله اجباريه تستخدم مع الطيور المستعصيه. خلينا نقول انه اللي ما بدها تلبس ثوب، اللي صار لها معقدة زمانها 6 اشهر وهي عم تفوت بقليش تطلع بقليش، تفوت بقليش، اذا ما في عندها اخطاء هرمونيه، اخطاء وراثيه، وتحديد هي الاخطاء بيمتاز فيها الكنار الابيض، اللون الابيض بسبب التزاوج اللي حكينا عنه كثير، لكن العالم مصره تمشي على الخطا. تمتاز فيها بضل عم يقلش. اذا ما في عندنا اخطاء وراثيه، اخطاء هرمونيه، هون بقى بندخلها بعتمه وبنقدم لها فيتامينات وبنقدم لها الغذاء تبعها بنطلع منه. لكن اذا الطبيعه عم تقلش على الطبيعه، اترك كل امورك على الطبيعه. تمام، هي كمان نقاط كثير مهمه. يعني اذا اعتمدت اوكي لا باس، لكن هي منيحه وهي منيحه. انا بحفز لا انه على الطبيعه خليك. اذا صار في عندنا استعصاء بالريش، وهي للامانه هي التعتيم هي يعني كيف بدي اقول لكم اياها، من المربين الحليبيين الله يجزيهم الخير، هن اصحاب هي الفكره. فهي صح وهي صح، لكن انا مع نضل على الطبيعه، نضل بحراره الطبيعه، باناثه الطبيعه، بكل شيء بالطبيعه. الطير اللي شفناه عند معنا استعصى معنا، هذا فوتوا على العتمه. تمام، بظن حكينا عن كل شيء. الفرخ يا ابو عمر، هي من الاسئله. الفرخ اللي عمره بيفرض بالقليش، بيتحاكى انه بنحاكي موسم القليش، ما نحاكي الفرخ اللي عمره دون 3 اشهر ما فينا نحن نعتبره ليش؟ لانه هو عمره 40 يوم بده يلبس ثاني توب، فهذا يستثنى من مرحله تبديل الريش. يعني هذا ما حيفوت بالمخطط تبعه. لكن كل شيء فراخ فوق ال3 اشهر واجب علي تمشي عليه حد السيف بمرحله تبديل الريش. الكامتكس اللي عنده الريت فاكتور، الله يرضى عليكم ما ننسى هي الموضوع. حاولوا نحن نتجاوز الكميه اللي مكتوبه 1 غرام لل 200 ملي. حطوا 1 غرام لل 100 ملي، لل 150 معليش، لل 100 ملي معليش، بيطلع الوان حلوه، بتطلع الوان حلوه كثير. وبنعطيها بعدين منشط كبد مشان نطرح الرواسب الكيماويه. اوكي، في شيء كمان اسئله، اي اسئله بتدور ببالكم بخصوص هذا الموضوع مرحله تبديل الريش، لانه يكون هذا الابديت للسنه الماضيه، حيكون في عندنا تحديث. اهم شيء انه نحن بنرجع بنعيد اهم شيء فيتامين اي والفيتامينات الباقيه، لكن عم نحكي على اهم شيء فيتامين اي. الاحماض الامينيه ضروريه جدا جدا جدا، الدي 3 والكالسيوم والسي وكل الفيتامينات لازمه ضروريه. هون انتهينا ابو خالد يمان، هيك خالصين انا وياك في مرحله اليوتيوب. هلا مرحله الفيسبوك تقطع